بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم في قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة بنتكلم عن استخدام جديد للاكسل، وازاي ان انا اعمل واجهة ادخال بدون عمل اكواد او اي معادلات. الاكسل بيوفر لي الخاصية ديت، وازاي هقدر استخدمها. تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي قدامنا ونطبق عليه. دلوقتي معانا شيت او جدول في بيانات عن العملاء، اسامي اسماء عملاء. طبعا الكلام ده مثال بسيط. طبعا انت لو عندك حجم عملاء كبير، وعن تاريخ الشراء وتاريخ السداد وتاريخ اليوم والفرق وحالة العميل. دلوقتي انا لو حبيت نشيل بس السطر ده كده عشان هو مش مظبوط. لو حبيت ان انا عايز اضيف عميل جديد، او ابحث عن عميل، او الغي عميل، او اعدل على الداتا بتاعته، ده من خلال ايه؟ من خلال حاجة اسمها فورم، نموذج بنستخدمه في ادخال البيانات وتعديلها او الاضافة او البحث كمان عنها. تعالوا نشوف يا جماعة. باجي هنا في قائمة هوم وانا عندي فورم. ممكن على فكرة ممكن يكون حد جايب، يعني مش شرط المكان، انت ممكن تجيبها وتحطها في اي مكان، وهوريك احنا بنجيبها ازاي. فهنشوف كده، لازم نعمل كده. علم على الجدول بتاعك. تمام. هو اداني هنا، انا كنت معلم على الخانة الفاضية دي يا جماعة، فهو مش هيجيب المعادلة، مش هيجيبها عشان انا معلم على الخانة الجدول. انا بعلم على الجدول بالظبط. تمام. فبدوس فور، بيطلع لي بيقول لي ان هو عامل شاشة ادخال فيها اسم العميل وتاريخ الشراء وتاريخ السداد وتاريخ اليوم والفرق وحالة العميل. طبعا هنا هو مش فاتح لي بوكس عشان ان تاريخ اليوم ده انا عامله معادلة، والفرق عاملها طبعا نتيجة المعادلة، وحالة العميل برضو معادلة. فهو مش هيقدر يلعب فيهم، او انا اقدر اعدل في الحاجات ديت. ولو نزلت بالسهم كده الاقيه هو بينزل بالاسماء وماشي لحد اخر حاجة. طيب دلوقتي هل انا ممكن اضيف على جالي عميل جديد وعايز اضيفه؟ ممكن من نيو، وادوس بقول مثلا محمد حسن، تاريخ الشراء 1/4/2023 مثلا، السادات 11/4/2023، وبدوس انتر. وبص الاقيه هو ضاف لي الخانة او ضاف لي الصف اللي انا، او الداتا اللي انا ضفتها دلوقتي بنفس الفورمات بتاعتي بنفس المعادلات. طيب انا لو حبيت ابحث عن حد معين، فباجي ادوس كرياتيريا وبختار مثلا محمد. بصوا يا جماعه، برضو لازم تخلي بالكم ان الاسامي اللي انتوا كاتبينها يعني تكتبوها بتبحث بالظبط. فانت عشان تضمن فخليك تبحث برقم، او يعني ممكن تكون محمد ممدوح انت سايب مسافه اكبر، فلو جيت كتبت محمد ممدوح هنا مش هتظبط. لازم تبقى محمد ممدوح نفس الفورمات كده. فلو دوست فايند بريفيو راح جايب لي ان محمد ممدوح تاريخ الشراء بتاعه 1/5 و10/5، وتاريخ تاريخ اليوم 20/1 و110 يوم، وميعاد السداد. طيب انا لو حبيت دلوقتي ابحث مثلا كرياتيريا تاني، هبحث مثلا بتاريخ الشراء. تاريخ الشراء مثلا 1/5/2023، فاين برو، فاداني محمد ممدوح 1/5/2023 وميعاد السداد. طب لو حبيت ادلت او حبيت اعدل، لو حبيت اعدل هنا كده مثلا هروح كاتب مثلا محمد احمد ممدوح، واروح اعمل انتر، هو عدل لي على طول. طيب انا لو حبيت ادلت صف او ادلت حد، ممكن اروح مدلت مثلا خالد علي، انزل عند خالد كده
اطلع بالسهم واروح معلم على خالد وعامل ديليت ويقول لي اوكي، اقول له اوكي، يروح حذفه لي من السطر. فدي شاشة فيها ان انت تدخل البيانات ازاي، تستعلم ازاي، تعدل، تحذف. تمام. طيب النموذج الفورم ده احنا بنجيبه منين؟ بصوا يا جماعه، احنا هنمشي مع بعض كده واحده واحده. انا هطلع يعني هدخل الاول احذفه وهوريك احنا بنجيبه ازاي. كستمايز ذا ريبون، وبعد كده هختار تاني واحده، وبعد كده هختار هي هنا كده واروح دايس عليها واعمل ريموف. انا رجعتها تاني. هنشوف بقى احنا ايه اهو. ثانيه واحده ندوس اوكي. وادوس اوكي، اختفت من عندي. طب انا عايز اجيبها، بعمل كستمايز ذا ريبون وبختار تاني واحدة كوماندوز نوت ان ذا ريبون، وبختار بدوس حرف الاف، يعني بعلم على اي حاجة بدوس حرف الاف ظهر لي فورم، وبعمل نيو جروب هو معمول وادوس اد. ندوس فين فورم، كل لازم تعمل نيو جروب. ماشي. فورم نزلت في الجروب وبقول اوكي، راحت ظاهره لي هنا. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ازاي ان انا اعمل واجهة ادخال بيانات بدون عمل اكواد او استخدام معادلات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وفضلا لا امرا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. ولو عجبك الفيديو دوس لايك. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.